هنعمل النهاردة حلا رمضاني كريمي لذيذ جدا ناكله كده بعد التراويح، حلا عائلي نتلم كده حوالين البايركس ونقوم بالواجب. تعالوا نبدأ على طول. بس يا ريت لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا، وكمان قولوا لي ايه رأيكم في الكومنت. وبس كده، يلا نبدأ على طول. اول حاجة مقاس البايركس اللي انا استعملته النهاردة هو مقاس 20. هنعمل الكريمة عشان تكون باردة كده طالعة من التلاجة. هنحتاج كوباية ونص من الحليب، ونحتاج كمان صفار بيضة، وهحتاج كمان كيسين من الفانيليا، وهحتاج كمان 3 معالق من السكر بس للأسف ال3 معالق متصوروشي. وهنحتاج كمان معلقة ونص من الدقيق. لو انتوا عايزين بدل خطوة الصفار البيض والدقيق والكلام ده استعملوا بودرة الكاسترد اللي هي الجاهزة واعملوها كاسترد كده. تمام. ببدأ ان انا اقلب كله كده على البارد، وبعدين ارفعهم على النار وافضل اقلب كده لحد ما يبقى القوام بالشكل ده، ان هو يبقى تقيل. هو مش هيبقى تقيل قوي، احنا عايزينه يعني قوام كريمي خفيف شوية، مش تقيل قوي، نفس القوام ده. تمام. ببدأ ان انا انقله كده في بايركس او اي حاجة طبق، وبعدين لازم اغطيه كويس جدا عشان ما يكونش قشرة معانا. بسيبه يبرد خالص لما يوصل لدرجة حرارة المطبخ، وبعدين ادخله التلاجة. لازم يكون ساقع جدا من التلاجة عشان الكريمة اللي احنا هنحطها. بس كده نبدأ ان احنا نعمل الكيك بتاعنا. هحتاج نص كوباية من الحليب، بس لازم يكون دافي عشان بيبقى اسرع شوية ان هو يبقى لبن رايب، او ان هو يبقى مقطع كده، تفهمني. احتجت كمان معلقة صغيرة من الخل الأبيض، أو معلقة صغيرة من عصير الليمون. استعملوا أي حاجة. طبعا لو احنا عندنا لبن رايب نقدر ان احنا نستعمل الكمية بتاعتنا نص كوباية من الحليب. تمام. لما يوصل للشكل ده نركنه كده على جنب، ونجهز المكونات الجافة. احتجت كوباية إلا ربع من الدقيق، وكمان احتجت كمان نص كوباية من الكاكاو الخام، بس لازم يكون كاكاو نوعية كويسة لأنه بيفرق جدا في طعم الكيك. وهحتاج كمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وكمان نص معلقة صغيرة من البيكنج صودا. البيكنج صودا مهم جدا في الكيك لأنه حاطين كمية كاكاو كبيرة. تمام. رشة ملح، وأقلب كده المكونات الجافة كلها، وبعدين أركنها على جنب. احنا بنوزن الدقيق. لازم نشغل الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، وكمان المروحة شغالة. نبدأ بقى نجهز الكيك بتاعنا. هحتاج كوباية إلا ربع من السكر. كمية السكر حلوة قوي، ما تحاولوش تكتروا عن كوباية الا ربع او تقللوا شوية، لاننا مستعملين كاكاو خام. ف يعني نص كوباية كاكاو خام كتير شوية. المهم دلوقتي بدأت ان انا انزل كمان ببيضة بدرجة حرارة المطبخ، وكمان رشة من الفانيليا، واقلبها تقليبة كده لحد ما القوام يبدأ ان هو يفتح شوية. زي ما انتم شايفين ابدأ انزل كمية اللبن بتاعتي. وزي ما انتم شايفين ان هي بدأت تفصل كده، عملت طبقة مية على الوش كده. اقلب تقليبة، وبعدين انزل بربع كوباية من الزيت. اقلب تقليبة كمان. كله بالمضرب اليدوي كده، مش محتاجين المضرب الكهربائي في اي حاجة. خلاص اختلطت كل حاجة مع بعض. ابدأ انزل كمية الدقيق بتاعتي، ولازم ندخلها اهم حاجة. وفي الاثناء دي لازم يكون جنبنا مية سخنة. هنحتاج نص كوباية من المية السخنة. ما تبدأوش الاول بنص كوباية مية، ماشي؟ عشان دي عندي ايه بيبقى اختلاف. فابدأوا بربع الكوباية الاول، وابدأوا حطوا شوية بشوية لما توصلوا نص كوباية. هتشوفوا القوام المطلوب ان هو بيبقى سايل. لو احتاجت معاكم معلقة كمان حطهم، لان زي ما قلت لكم بيبقى ايه عن ايه بيبقى يختلف. تمام. اجيب الصينية بتاعتي بقى من غير ما ادهنها لا زيت ولا زبدة ولا اي حاجة، وابدأ ان انا احط الخليط بتاعي فيها، واحاول ان انا اهزها كده، او ان انا اسويها كلها كده سوا واحد عشان تطلع كلها بارتفاع واحد. تمام. وحاجة كمان عشان الكيك ما يطلعش حتة عالية وحتة منخفضة، فلازم نكون ظابطين الشبكة بتاعتنا اللي احنا هنحط الكيك عليها. بتخش الفرن تقعد من 30 ل 35 دقيقة. او ممكن لو انتم الفرن بتاعكم مثلا ضعيف شوية ممكن تاخد وقت اكتر. تمام. انا دخلتها في الفرن الكهربائي، خدت معايا 35 دقيقة. وكمان كنت مشغلة الشمعة من فوق ومن تحت
عكس الفرن الغاز او الفرن اللي هو البوتاجاز، بنشغل لها بس النار بس من تحت وكمان المروحة بس. تمام. بعد ما الكيك بيبرد ويوصل ان هو يبقى دافي شوية، ببدأ ان انا اسقيه بأي حاجة بقى احنا بنحبها، سواء بقى حليب او سيرب اللي هو مية بسكر، او مثلا لبن مع قهوة، او مثلا حليب مع نسكويك، او مثلا حليب وسكر، اي حاجة احنا بنحبها. تمام. لازم يكون الكيك يكون دافي مش سخن. تمام. وكمان الحليب يكون بارد، حاجة من الاتنين لازم تكون دافية. بطلع الكريمة بتاعتي بعد ما خلاص سقعت خالص، انا عملتها الصبح وبدأت ان انا اعمل الكيك كده على العصر. تمام. ببدأ ان انا احط معلقتين بس من الكريم شانتيه، او ان هو تجيبوا الظرف اللي هو دريم اللي هو الكريم شانتيه، وتبدأوا ان انتوا تحطوه على الكريمة بتاعتنا، ونفضل نضرب بالمضرب الكهربائي لحد ما يوصل القوام بالشكل ده، ناعمة كده وحلوة ولونها فاتح وكده وعسولة، بجد كان طعمها حلو قوي. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، نبدأ ان احنا نحط الكريمة على الكيك. احاول بقى ان انا اسوي وشها كويس جدا عشان تبقى كلها ناعمة كده، كلها بسوى واحد، وما يكونش فيها اخرام او ان هي مثلا مكشكشة كده او اي حاجة، عشان لما نحط اخر طبقة كده تبقى كلها حلوة وناعمة كده وملساء كده، وما فيهاش اي خرافيش او اي خطوط او اي حاجة. اخر طبقة بقى اللي هي جناش الشوكولاتة الاقتصادي، احتجت 120 جرام من الشوكولاتة اللي هي بالحليب، وكمان احتجت 4 معالق من المية. انا عارفة ان كمية المية كبيرة شوية، ليه بقى؟ عشان احنا مش عايزين القوام الجناش يبقى تقيل، او ان هو مثلا لما يخش التلاجة يبقى مسك كده شوية، زي إن احنا نعمل دربات كده على التورتة او كده. ماشي. فاحنا عايزينه سايل كده. تمام. حطيت ال4 معالق من المية وكمان معلقة من الزيت، ودخلتهم بس الميكرويف سخنوا. بعدين طلعتهم، حطيت معلقة صغيرة من بودرة كريم شانتيه، وبدأت ان انا اقلبهم كده دوبهم، وحطيت اللبن او المية بتاعتنا على الشوكولاتة. سيبتها بس يعني دقيقة كده، وبعدين بدأت ان انا اقلبها، وخلاص كده الجناش الاقتصادي بتاعنا الروعة جدا اللي طعمه لذيذ قوي بجد. الشوكولاتة اللي بالحليب دي رهيبة. تخيلوا كده طبقة من الكيك الفادج كيك، معاها طبقة كريمة لذيذة قوي وطعمها حلو، وكمان طبقة من الشوكولاتة يعني اللي بالحليب اللي طعمها فظيع. سويت بقى كل حاجة كده. على فكرة انا عملت الكريمة ما دخلتهاش التلاجة، يعني بدأت ان انا احطها على الكيك وما دخلتهاش التلاجة، وبدأت ان انا احط كمان جناش الشوكولاتة عليها على طول. حبيت ان التزيين يبقى سهل وبسيط كده، وما نعملش حاجات صعبة او اي حاجة. بدأت ان انا بس حطيت عليها شوية او مثلا شوكليت شيبس او سبرينكلز، او مثلا ده كريسبي ابيض وكريسبي بني صغنون كده، وخلاص. بجد شكلها حلو قوي وعسول قوي، طعمها حلو قوي. قولوا لي ايه رأيكم في الكومنت، عشان بجد رأيكم يهمني، رأيكم يهمني. بس كده. بجد يعني من اسعد اللحظات يا جماعه، ان انتوا اصلا تتلموا كده كلكم حوالين البايركس كده، وكل واحد بقى يحكي عن ذكريات. شوفوا بقى مسام الكيك عامله ازاي كده، لذيذه قوي، والدنيا سايحه كلها ببعضها كده، حلوه قوي ومنظر يشهي بجد. بس كده حلوين. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، ولو لسه مشتركتوش اشتركوا، واشوفكم في فيديوهات تانية، وباي باي.